السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم كنقدموا لكاع خوتي المغاربه، كاع خوتي ديال اللي في الوطن العربي. بغيت نقول لكم باننا خاصنا نبقاو طايقين في المنتخب المغربي، مفتخرين ومشرفين بالمنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي وصل لهذه المرحله ديال النصف النهائي اللي ديال كاس العالم، اللي هي مرحله مهمه ماشي سهله. المنتخب المغربي اللي حقق لنا العديد من الانتصارات، انتصر ضد كرواتيا وكندا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا. فريق المنتخب المغربي اللي ما حالفوش الحظ مع المنتخب الفرنسي، ولكن هذا ما كيمنعش بانه راه قدم لنا واحد الاداء اللي هو رائع رائع، غيبقى مسجل في التاريخ الرياضي وغيبقى انجاز اللي هو كبير كبير بزاف. لكن واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، اجيو نفكروا ونرجعوا للوراء ونرجعوا للتاريخ ديال المغرب ونتفكروا واحد الانتصار اللي كان انتصروا المغرب على فرنسا في معركه العرائش. كما قلت لكم، الموضوع ديال اليوم هو معركه العرائش اللي كانت ما بين فرنسا وما بين المغرب، واللي انتصر فيها المغرب. قبل ما نعاود لكم الاحداث ديال هذه المعركه هذه، ما فيها باس نعطيكم فكره على مدينه العرائش. مدينه العرائش هي مدينه مغربيه ومن اقدم المدن المغربيه، كاينه في الجهه ديال طنجة وتطوان والحسيمه، وكتواجد على ساحل المحيط الاطلسي على الضفه اليسرى من واد لوكوس. عرفت مدينة العرائش 4 حقب فينيقية وقرطاجية ورومانية وإسلامية، وعندها واحد الموقع اللي هو استراتيجي. هادشي اللي خلاها كتكون يعني عرضة للعديد من الغزوات. وحتى الملوك ديال المغرب كانوا عاطينا واحد الاهتمام اللي هي كبير على حسب الموقع ديالها، حيث كانت قريبة من أوروبا. مدينة العرائش يعني بحكم يعني الموقع ديالها الاستراتيجي خلى يعني بزاف ديال الأطماع باغيين يحتلوها. كان تعرضت للاستعمار من طرف البرتغاليين يعني سنة 1489. من بعد جاء الاستعمار الإسباني في 1575 في معركة واد المخازن، ومن بعد غيجي الاحتلال ديالها من طرف الفرنسيين. أيام السلطان محمد بن عبد الله بن إسماعيل، وبالضبط سنة 1765 دخل الأسطول الفرنسي بواحد العملية اللي هي كبيرة بزاف، وجاب واحد الجيش اللي هو كبير، ودخلوا المرسى ديال العرائش وهدموا كاع المراكب اللي كاينه في المرسى بما فيها السفينة الملكية. الوقيته اللي سال فيها الجيش الفرنسي من التهراس ومن حرق جميع المراكب اللي كانوا في ديك المرسى ديال العرائش، بغاو يهربوا. ملي بغاو يهربوا لقاو الجيش المغربي وعلى رأسهم السلطان محمد بن عبد الله كيتسناهم، ولقاهم بانهم حاصرين المكان، ما خلاوهمش منين يخرجوا، حيت ديك الفرنسيين كانت كتسناهم واحد السفينه اللي هي كبيره باش يهربوا. ولكن يعني بحسن الحظ ان الجيش المغربي استطاع انه يحاصرهم ويحاصر المكان، وما لقاوش منين يهربوا، وتم ناضت واحد الحرب اللي هي كبيره، ناض اللي كانوا فيها العديد من القتلى ومن الجرحى. امام هذا الخطر اللي حست به الجيوش الفرنسيه، طلبت من المغرب بانها يعني طلب واحد المساعده من الدول المجاوره. المغرب، المملكه المغربيه استجابت لهذا المساعده اللي طلب الجيش الفرنسي. تم فين اتفقوا على واحد انهم يعقدوا واحد الاتفاقيه مغربيه فرنسيه. هذه الاتفاقيه هذه كان فيها العديد من البنود.
اهم بند من هاد البنود ديال هاد الاتفاقيه اللي كانت ما بين المغرب وفرنسا هو البند 11. هاد البند هذا اللي التزمت فيه الحكومه الفرنسيه بانها تبني مساجد بفرنسا باش المسلمين يقوموا بالشعائر ديالهم الدينيه، وفي المقابل المغاربه يسمحوا للفرنسيين المقيمين بالمغرب انهم يقوموا بالطقوس الدينيه ديالهم. هكا كنكون وصلنا لنهاية الأحداث ولا القصة ديال هذه المعركة العرائش اللي انتهت بانتصار المغرب على فرنسا، اللي بقات هذه المعركة اللي بقات راسخة في الذهن ديالنا وكتبقى مفخرة للتاريخ المغربي. وكنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا. كنتمنى نكون وصلت لكم فكرة وبسيطة على هذه المعركة العرائش. خليت لكم راحة الله، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، وديما مغرب.